هنا القاهرة. حر اللقمة الهنية. تأليف سعد القاضي. موسيقى علي سعد. إخراج فؤاد شفعي. ايوه جاي. وعندك واحد شاي مظبوط لجارنا يوسف العطار، وكمان واحد شاي كشري لجارنا الاسطى دوده العجلاتي. بقول لك ايه يا واد يا ابريق؟ نعمين يا ست زوبه يا كهربا. سابقا يا واد يا ابريق. سابقا وحاليا ودايما يا ست الكل. بقول لك ايه بقى، اسمعني كويس وحط كلامي حلقه في ودنك. انا عاوزاك تسك على طلبات الاستاذ دوده العجلاتي، عشان مش بيدفع الحساب القديم اللي عليه. سماح المره دي يا ست الكل. الله، الاسطى دوده العجلاتي جارنا من زمان وما يصحش نسك على طلباته. بقول لك ايه يا واد يا ابريق، اسمع كلامي وما تطلعش عفاريتي على الصبح. الزبون اللي ما يدفعش اياك تنزل له اي طلب. فاهم يا ابريق؟ فاهم يا ست الكل، فاهم. ايوه جاي. بقول لك ايه كمان، تعالى ما تسيبنيش وتمشي. نعم. مفيش حد من جيران القهوه الا بيجي اخر النهار ويسدد اللي عليه. اشمعنى هو؟ يعني هو اجدع من المعلم هريسه الجزار، ولا اجدع من الحاج شعبان، ولا اجدع من شخر ومن مزين؟ خلاص يا ست الكل، انت تأمري وانا انفذ. اللي مش هيدفع مش هنزل له اي طلب. اهو كده. ايوه جاي حاضر. وعندك واحد صوبيا وشيشه حمل المعلم هريسه والست حرم المشدوده. ايوه جاي حاضر. بقول لك ايه يا بريد؟ نعمين يا مصطفى فندم. امال فين الفرقه؟ انا جاي اسمع والسلطه. ده انت الظاهر بقالك مده ما بتجيش يا مصطفى فندم. الله، مش النهارده الخميس يا ولا؟ جرى يا استاذ مصطفى؟ ايه النهارده لسه التلات. ده لو كان النهارده الخميس زي ما بتقول كنت لقيت القهوه كومبليت. قال لي النهارده الخميس، قال اللي واخد عقلك يتهناه يا استاذ مصطفى. اخ يا بريد، هي مفيش غيرها. عندك واحد شاي كشري وواحد شاي مظبوط. واد يا بريق. نعمين يا معلم هريسه. وانا واد مش طالب واحد صوبيا للست حرمي وطالب شيشه حمه ليا انا كمان. فين الطلبات ده يا بريق؟ دقيقه واحده يا معلم هريسه، الطلبات كلها هتكون عندك وعند الست حرامكم المسؤول. الله، ده لو اتاخرت على الحاره كلها ما اتاخرش عليكم انتوا. الظاهر عليك يا واد يا بريق، نهايتك هتكون على ايد المعلم. حرام عليك يا معلمه. طب يكون نهايتي على ايد حد تاني مش على ايد المعلم. احسن ايد المعلم صعبه قوي، انما ايدك انت كلها حنيه. وبعدين معاك يا بريق، اطلع اجري هات الطلبات. الواد ده دمه خفيف قوي يا هريس. نعم يا اختي، بقى دمه خفيف. اصل انا طول عمري بستظرف الواد ابريق. وبعدين بقى والله عال قوي. هلا انت بتغير عليا ولا ايه يا هريس؟ وحياة النبي لا اقطع رجله الواد ابريق ده. هلا هو ايه اللي حصل يا هريس؟ الصوبيا للحلو والشيشه للمعلم الكبير. بقول لك يا ده انت نعمين حط الصوبيا والشيشه فارقني من هنا. يلا وريني عرض كتافك. الله الله الله، جرى يا معلم هريس. اللي بقول لك عليه تسمعه، كتر كلام مش عاوز. فارقني من هنا احسن ثلاثة بالله العظيم اخلي الست زوبة كهربا تكرشك بالقهوه. الله الله، هو ايه اللي حصل بس يا معلم هريس؟ هو ايه اللي حصل يا راجلين؟ معرفش بقى ايه اللي حصل، معرفش. المهم الواد ده فارقني دلوقتي احسن ثلاثة بالله العظيم اعمله كفته. الله، هي فيها كفته؟ طب سلام عليكم. الله، انت من غير مؤاخذه قلت للجرسون بتاعك يسك على طلبات زوبة كهربا. هو ده اللي حصل يا اسطى دوده يا عجلاتي. يعني ايه زوبة كهربا؟ يعني مفيش طلبات هتاخدها من قهوتي يا اسطى دوده يا عجلاتي. الله، الظاهر انت مش عارفه بتكلمي مين يا زوبة. بكلم مين يا اخويا؟ ده انا بطل مصر السابق في الحديد يا زوبة. حلاوتك. عارفه يعني ايه بطل حديد؟ عارفه يا اسطى، بس اذا كان الحديد بيكش انا عمري ما كش ابدا يا اسطى دوده. من غير مؤاخذه يعني ايه يا زوبة كهربا؟ يعني مفيش طلبات هتنزل لك من قهوتي يا اسطى دوده. طيب يا زوبة كهربا،
وحياة عضلاتي دي لا اطفيكي يا كهربا. هتتلسوع ما تقدرش. بتقول ايه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ تعالى هنا قعد وكلمني. تعالى. الله، انت بتكلمني من بعيد ليه؟ تعالى. الله، عاوزك تعرف بس انت بتكلم الست زوبة كهربا، اشهر علمة في مصر كلها. او ده كان زمان يا ابريل. بس زمان ده زمان وحاليا وفي كل وقت كمان يا دودة. الله، انت بتقول ايه يا واد؟ طب 3 بالله العظيم لاربطك في عجله من عندي. عندك يا اسطى دودة. الله، وبعدين معاك بقى يا اسطى، ملوش لزوم الكلام ده في القهوة. يعني من غير مؤاخذه مش سامع الصبي بتاعك وهو بيغلط فيا؟ يعني فين الغلط اللي غلطوا فيك يا اسطى دودة؟ الله، عاجبك كده؟ بيقول لي دوده من غير يا اسطى. لو حلاوتك. كنت قسطة وتعرف معنى كلمة قسطة يسلم كنت فمك. دفعت تمن الطلبات اللي شربتها يا دودة. كده طيب يا بري، طيب، وحياة عضلاتي دي لا اكسر رقبتي. اوعى على كهربك. اهلا 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 بالمعلم هريسه، اهلا وسهلا. نورت الدكان يا معلم. اهلا بيك، اهلا وسهلا. بحق انت كنت عاوزنا يا حاج يوسف؟ هو انا استغنى عنك يا سيدي المعلمين برضو؟ خير يا حاج يوسف. طب تعالى الاول خد التحيه وبعدين نتكلم. اعمل لنا شويه قرفه على جنزبيل يا ده مرسي. والله من زمان نفسي اشرب القرفه اللي على الجنزبيل ده يا حاج. انا تحت امرك يا معلم هريسه، انا تحت امرك. بقول لك ايه يا معلم، لا مؤاخذه. نعمين يا حاج، اؤمر. الست حرامكم المصون هانم شرفتني كم مره في المحل. عارف يا حاج، عارف انها جت هنا اكتر من مره ووصفت لها اكتر من وصفه عشان الخلف. لكن الظاهر يا معلم الظاهر ايه يا حاج؟ لا مؤاخذه يعني لا مؤاخذه، انا يعني عاوز اقول حاجه. عايز تقول ايه؟ ما تفرحني امال. ايه؟ قول. مراتي هتخلف يا حاج. انا عارف اللي ايدك فيها البركة، ومصر كلها بتيجي هنا في الحارة الضيقة بتاعتنا دي عشان البركة بتاعتك، وعشان كمان الوصفات اللي عمرها ما بتنزل الارض ابدا. اتكلم يا حاج، قول. عايز تقول ايه؟ هو انا اصلي يعني مش قصدي يا معلم هريسه. امال قصدك ايه؟ لازم بقى الوصفة الأخيرة جابت نتيجة يا حاج. لازم ده حصل، وهانم بتخبي عليا. أيوة، هي أكيد بتخبي عليا. الظاهر عايزة تعملها لي مفاجأة. يا خبر، يا خبر، مين يصدق ان المعلم هريسة هيخلف من هانم المشتولة؟ مين يصدق؟ يا سلام، يا سلام يا دنيا، يا سلام. عارف يا حاج، عارف لو جه ولد، انا هسميه خنصر. حلو، خنصر. ايه؟ خنصر. اسميه خنصر، ويقف كده بقى في الدكان ينورها. ولا لا، بلاش يقف بقى على فرش امه كده ويخليه نور في نور على نور في